صباح الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم بوصفه جديده كما راكم تشوفوا. عصيده اللوز، وتقدري تستخدميها باي مكسرات. نبداو، عندنا 2 كيسان حليب، 3 مغارف تاع سكر ماهمش معمرين، 125 غرام تاع اللوز، وعندنا فرينه نحتاجو مغرف ونص تكون معمره بومبي. نحطو المقادير تاعنا كامل في كاسرونه كيما هكذا. نبداو نحطو اللوز تاعنا، نزيدو عليه الحليب، السكر، نحطو كلش مع بعضه، نخلطوهم مليح ونديوهم للنار حتى يثقلوا لنا. كما راكم تشوفوا وصفه سهله، تقدروا تبدلوا المكسر تاع المكسرات. انا استخدمت اللوز لانها اسمها عصيده اللوز، نتوما حبيتوا تبدلوه بدلوه، ديروا بالمتوفر عندكم. هذه اكله تونسيه مليحه بمناسبه المولد النبوي الشريف. فوالا، نحطوهم هكا حتى يثقلوا لنا، نبقاو من بعد التحريك المستمر ونجيبو في هذا لي ريسيبيون هذو تاعنا، ولا نحطوهم، ولا لي رانكان كيما حبيتو نتوما. اي نوع تستخدموه تحبوه ثاني نروحو للطبقه الثانيه. عندنا كاس حليب، مغرف نتاع نشا ومغرف ونص تاع سكر، ومع الاخر راح نستخدمو مغرف تاع مزهر. نحطو المكونات ثاني كيف كيف كامل مع بعضهم، ونروحو نحطوهم فوق النار حتى يثقلوا لنا، ومن بعد نضيفو المغرف تاع مزهر تاعنا مع الاخر كيما قلت لكم. فوالا وهذه راكم تشوفوا فيها بزاف سهله وبسيطه وتتحضر في ثواني. فرحوا بها ولادكم نهار المولد النبوي الشريف، ولا تقدروا تستخدموها في اي مناسبه اخرى. لهنا راني ضفت لها المغرف تاع مزهر، ونكمل نستمر هكا بخلط بخفيف. ومن بعد نروحوا نفرغوها على الطبقه الاولى. بعد ما تكون حكمت روحها شويه، تقدروا تدخلوها الثلاجه، ولا غير حطوها هكا على برا برك راح تنشف لكم بسرعه. نحطو انكوش هكذا قسمه تغطي لنا هذيك الطبقه الثانيه، عفوا الطبقه الاولى، ونروحو نخليوها حتى تزيد تبرد لنا مليح حتى تحكم روحها. راهو ثم بعد يثقل، ماهوش هذاك اللي يطول، وماهوش هذاك اللي ثاني يحتاج الثلاجه، لكن في الاكل تاعو يحب يكون بارد، ما لازمش ناكلوه وهو دافي ولا سخون. وهنا الديكور انا استخدمت المكسرات اللي كانوا عندي في الدار متوفرين. هنايا كان عندي هذا الكاوكاو، هذا حمصته وكسرته كيما هكذا. ولهنا هذا الفو بيستاش ثاني كان عندي. استخدمت الحوايج اللي كانوا عندي فرات ما شريتش، كل وحده على حساب المتوفر عندها ديكوري به. الديكور يرجع ليكم واختياري على حساب الحاجه المتوفره عندكم. تقدروا ثاني تبرشوا شوكولا وديروا المبشور تاعها من الفوق كيما حبيتوا. فوالا لهنايا بعد ما كملتو شوفوا معايا كيفاه قدمتهم، جاو بزاف هايلين. ان شاء الله هذه وصفه من الوصفات اللي راح نقدموها مع بعضنا في عيد المولد ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى انكم تجربوها وتبارطاجيوها معايا. نتلاقاو في فيديو واحد اخر وصفه جديده. سلام.